تنويه مهم جدا قبل ما نبدأ الفيديو. التلاوة اللي هتسمعوها في الفيديو بصوت وانا مش متقن للتجويد قوي، بس اضطريت اقراها بنفسي بعد ما اليوتيوب رفض الفيديو اكتر من مرة علشان التلاوة كان فيها اصوات لقراء معروفين. واحب اوضح ان النية هو نشر كلام ربنا سبحانه وتعالى بالوجه الذي يليق به، فلو في اي خطأ حصل في التلاوة فانا ابرئ ذمتي امام الله سبحانه وتعالى، وبطلب من اي حد سمع خطأ في التلاوة يصحح لي باللين والرفق. ربنا يجازيكم خير ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. لما تحس ان الدنيا بتضغطك وانك واقع ومش قادر تقوم، اقرأ آل عمران. السورة ديت نزلت في لحظة انكسار بعد غزوة أحد، لحظة انكشاف القلوب وتعرية النفوس وامتحان الثبات. لكن المدهش انك تلاقي فيها قصة مريم وعيسى وزكريا، وتلاقي معاها آيات حرب وهزيمة وآيات صبر ويقين. يعني ايه؟ يعني سورة واحدة بتربيك وقت الإيمان وبتشيلك وقت الضعف. النهاردة هنفهم سوا ليه السورة ديت تاني أطول سورة في القرآن، وإزاي تقدر تمسك إيدك وتقومك من وسط الزحام. وخلي بالك في آخر الحلقة فقرتنا الثابتة يسألونك. النهاردة سؤال الصحابة هو ويسألونك عن المحيض. جهز قلبك، تعال نبدأ. بصراحة سورة آل عمران تقيلة على قلبي، بحسها صعبة كده ومفيش ربط بين آياتها. بتحسها تقيلة علشان قلبك محتاج يتثبت. عارف الصورة دي نزلت امتى؟ بعد غزوة أحد، لما الصحابة انهزموا واتصدموا. يعني السورة كلها رد فعل على الهزيمة؟ مش بس رد فعل، دي معالجة قلبية. الصورة بتاخدك من لحظة السكوت لغاية ما تقف على رجلك تاني. طب وإيه علاقة آل عمران بالموضوع؟ آل عمران أسرة مؤمنة ربنا بدأ بيها الصورة. عيلة بدأت من نذر صادق. اسمع معايا كده. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وخرج منهم مريم وزكريا ويحيى وعيسى عليهما السلام. ربنا بيقولك الإيمان بيبدأ من الأسرة. طب ومريم إيه حكايتها في السورة؟ مريم رمز للطهر والصبر، كانت بتتعبد لوحدها وكان بيجيلها رزقها من غير ما تطلب. فلما سيدنا زكريا شاف ده دعا ربنا سبحانه وتعالى وربنا رزقه بيحيى. اسمع كده. فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حتى المعجزات وراها إيمان وثقة. بالظبط، السورة كلها بتربي ثقتك في ربنا. طب وإيه دخل غزوة أحد في السورة برضه؟ عارف من الآية 121 لحد أكتر من 170 ربنا بيفتح جرح أحد. عارف ليه انهزمنا؟ عشان عصينا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قالها صريحة. اسمع كده. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يعني كل مرة بنعصي لازم نتوقع السقوط. مش دايما سقوط، بس أكيد ضعف. والصورة بتفهمك أنت مش ملاك، لكن لما تقع ارجع واثبت. أنا خايف، الدنيا كلها فتن. عشان كده الصورة ديت فيها دعاء عظيم جدا لازم تحفظه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. خلي بالك، ده مش كلام، ده سطرة لقلبك وسط دوشة الدنيا. في آية خلت قلبي يقف شوية: زين للناس حب الشهوات. ده تحذير واضح، الدنيا هتغريك، بس ربنا ختم الآية بكلام عظيم: الله عنده حسن المآب. يعني اللي عند ربنا هو الأصل وهو الباقي. طيب ممكن سؤال؟ يعني ليه القرآن جاب موضوع زي الحيض؟ عشان الإسلام دين شامل بيدخل في تفاصيل حياتك. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني ربنا وصفه بأذى مش نجاسة ولا قذارة، فقال فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني مفيش جماع، لكن في مودة ورحمة واهتمام وحب. يعني مينفعش أسيبها ولا أعملها بقسوة وقت الدورة. طبعا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع زوجاته بيطبطب عليهم وقت الحيض، وقال افعلوا كل شيء إلا النكاح. يعني الدين ما بيهملش مشاعر المرأة، وده قمة الطهارة. وفي نهاية الحلقة لازم تعرف إن آل عمران مش صورة معركة بس، دي صورة للتربية، صورة للثبات وسط الفتن، وللمؤمن اللي بيقع وبيقوم. رجع قلبك واقرأ آل عمران بعين اللي بيبني إيمانه وسط الزحام. رجع قلبك، خطوة تقربك لربنا.